السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة وعافية. اليوم راح نحكي على قصة صارت لي في الثانوية. السلام عليكم. هذه قصة أستاذة كانت تقري فيا هي كما الأساتذة العاديين، وكنت أنا ذاك الأستاذة كنت نبغي المادة تاعها، كنت نشتيها بزاف. هاد الأستاذة شغل كانت تحاول تستفزني قدام التلاميذ، استفزاز يعني يتمسخر بك. وانا يا جماعة ما كنتش نحب الاستفزاز المشمئز، وهي كانت خوتي تزودها بزاف. وهاد الأستاذة كانت تقري مادة الرياضيات اللي هي الماط، وانا كنت نشتي الماط بزاف باسكو الماط هي المادة الرئيسية اللي كنت نحبها انا. هي خوتي مال انا كي طلعت الكاتريام اني السنة الرابعة متوسط كنت نقرا في قسم، وكان هذاك القسم معبي بالتلاميذ اللي نكرههم انا، باسكو الدرة هادوك كانوا شوية يقلقوني بزاف، ما كنتش نحب نقرا معاهم. اي خطر على بالك كان واحد من تم في الكلاس شغل جايب عقباتي. ايام ما قاعد جايب عقباتي خطرة من الخطرات جيت خارج انايا من خارج من الدار. ايا كي جيت خارج وبعثوني الدار بقضية، بعثوني الحانوت. هي كي رحت الحانوت شغل كيف التكة وين يريح هو، وكان هو مريح ثم شغل قاعد يراعي فيا مراعية مش مليحة. ايام لا شغل هو ما قبلهاش، هو شغل اخي كي شافني ساكت هكا كثرني باللي انا ساكت ما نقدرش نحكي معاه والله حفصة والله نقدر نحاور والله نشوف. ايام ما لنا شغل ما حلبتوش، مشيت على روحي وفت. ايا كي خليته جا هو السيد ملا يلحق فيا، كي شغل يحب المشاكل وجاب معاه صاحبه. المهم يا خوتي كي جا قد غادي يقرب انا شميتها قارصة، على ما يقدم نعطيه واحدة لوجهه، ضربته. صاحبه ما فهم فيها والو هرب. مع ثم كملت عليه زدت عاد المولين الغاشي عوضو فكونا اللي هو راح على روح. من ثم خوتي مازالش قرب لي الطفل هذاك. ايام مالا بعدها وش درت انا لما الغدوة هو الطفل كي مازال شاف فيا، من ثم عاد يخاف مني على بالكم. والتلاميذ الاخرين شغل كيما نقولوها شغل يحكوا عادي بسطة مين شغل ما كنتش نخلطهم بزاف، كنت جبت روحي وكنت حاكم سبعي نحكي مع واحد ولا زوج اللي نعرفهم وبقية السلام عليكم. اي انا كنت نحاول كيما نقولوها حب نافيتي داك القسم، نحب نبدل منه كل، ما كنتش حاب نقرا فيه. ايام ما لا قاعد شغل كيما نقولوها نحاول ندير اسباب تخليني كي شغل نبدل هذاك القسم. قال مثلا نروح للدار، قال مثلا نبقى نشكي لهم ونروح مرة نقول له هذاك هو كذا، قال نروح للأستاذ نقول له مانيش حب هذاك القسم كذا. مهم أسباب تخليني باش نبدل بعد. وكنت حاب نروح لهاد الأستاذة اللي كنت نحكي لكم عليها، باسكو أناني رجعت لكم شوية لتالي باش على الأقل تفهموا القصة والاسطوار كيفاش بدات. المهم خطرة صارت واحد العفسة، هاد الطفل هذا اللي تعاركت معاه ظلم طفلة تقرا معنا، ظلمها بالهضرة وزاد قال فيها كلمة
وزيد تاني كسر لها كرسيها. أنا جتني الفرصة اللي باش نقدر نغلب ونغلب مراقبين بهاد الحجة هذه. ديريكت رحت المراقبين، حكيت لهم مسطرة بالديتاي. جا المراقب القسم بدا يشوف الحالة، يشوف الخرابيش اللي داروهم وتكسر الكرسي. زاد حكى مع الطفلة، حكيت له الصرا المراقب زاد شعل. المهم الضو ما عادش يشوفه. واش نقولك، من ثم انايا زاد قبلها هالطفل كي جا يقرا، مهم مراقب حولو المجلس تأديب لهاد الطفل. وبعد ما حولو مجلس تأديب، جات الفرصة لي انا. بعد ما حكيت له داروا الاجراءات، قال لي اصبر سمانة برك. سمانة قال مثلا ما تجيش فيها، والله قال مثلا حاول قال مثلا ما تجيش هذيك السمانة ما تقراهاش، بس السمانة هذيك نقدروا نحولوك القسم اللي راك حبه. اي بعد السمانة هذيك عطوني لونكيت باش نبدل القياس. بدلت القياس، الجماعة فرحت لي. وباسكو القسم اللي كنت نقرا فيه انا الاولى ما ادونيش ليه شغل، بدلوني قالوا لي شغل قاعدين هذاك الدراري شغل قاعدين يفسدوا عليك، هيا قلنا لك نبدلوا لك القسم، هيا ديناك القسم اخر. وذاك القسم اخر هو معليش فيه هذيك الاستاذه، بصح ما ادونيش لشغل التلاميذ تاعي اللي كنت نقرا معاهم قبل. درك صارت من المشكله مشكلتين، كيفاش نحلها انا يا درك انا ما عرفتش واش ندير. اي واش درت يا خوتي، واش درت؟ كملت قريت في ذاك القسم اللي ادوني فيه جديد، اللي فيه هاد الاستاذه. مالغري انا كنت نبغي الرياضيات، كنت داير في بالي اني باش ندير بيا، هذا هو املي الوحيد. ما نقدر نزيد مع حتى حاجه، كون نقدر نزيد ولا نقص حاجه نهرد غير روحي. ايام اللي انا واش درت، قاعد ملتزم بقرايتي ودروسي، من الدار للمدرسة، من المدرسة للدار، قد قد ما نزيد ما نقص حتى حاجة. وبعدها التلاميذ اللي كانوا يقروا في هذاك القسم كانوا عارفيني باللي كنت راح نجي لتما. وكان واحد الأستاذة تاع فرنسية الله يجيبها لها في راسها، استغفر الله يا ربي. بعد والله ما نشيش ندعي للناس مي هما جابوا روحهم. قاعد شغل تاني حتى هي تستفز فيا، قالت لي يا فلان فلان، لكن راح تبدا توجه هيك والله هيك ارجعك القسم تاعك ديريكت. قلت له انا رجعني ماذا بيا، والله ارحم لي هذا القسم وصافي. سما انا واش درت، سما تحملت العذاب اللي راح نجي فيه. اي بعدها ملا الاستاذة قاعدة تدير فيا للدروس، لازمك تكتب الدروس اللي فاتوك، لازمك تكتبوا لنا حبسنا حنا، واش كتبتو نتوما في القسم الاخر، اسكو كنت تكتب ولا ما كنتش نكتب. باسكو انا ما كنت نجيب حتى كراسة، القسم هذاك كنت كارهو، كرهت في هذا القسم. المهم والله نحكي لكم يا خوتي، التلاميذ اللي كنت نعاني منهم من هذاك القسم جوني في هذا القسم يا ودي ما اكثر منهم. ثم خرجت من قاع دخلت في قاع اكبر. يا لطيف الله يا لطيف، الله لا يشوفكم فيه. صدقوني يا خوتي، على بالكم عشيت نطرح مع القسم اللي فات. اي بعدها نحبسوا هنايا. الا كانكم حابين نكمل لكم القصة قولوا لنا في الكومنتات، الا ما كنتش حابين السلام عليكم.